سلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ المهم بقى يا صديقي، احنا بقينا في زمن محدش يعلم به الا ربنا. من كل حاجة بقى، في قلة الفلوس والتعب والشقة ومفيش راحة بال. بس عارف بقى لما الدنيا تيجي على الواحد مرتين، هو ده حال قصتنا النهاردة. المهم قبل ما نبدأ عايزك تنفذ الشروط، ولو انت جديد في قناتي فاهلا بيك، وتعالى قرب علشان اقولك على الشروط. وهي: هتجهز المشروب المفضل ليك واللب، وتسمع بصوت عالي في أوضة ضلمة ولوحدك، وتأكد إن أنت قافل الباب وبس. وأتمنى لك يا صديقي أقصى درجات الرعب. استمتع. أنا أسامة، عايش مع عيلتي في الصعيد، ومليش حد أعرفه غير إسلام. إسلام ده صديقي الوحيد، وأنا من طبيعتي ما بحبش أختلط بالناس، وعارف إن ده غلط، بس أعمل إيه؟ المهم أعرفه قصتي أنا وإسلام. إسلام ده هو صديقي الوحيد من أيام الجامعة، وهو متجوز حاليا في القاهرة، ولكن تعب كتير عشان يلاقي شغلانة كويسة، وفعلا ربنا كرمه، وهو شغال حاليا في مصنع من مصانع اسكندرية. المهم الحكاية بدأت لما في يوم كلمت إسلام وطلبت منه إن هو يدور لي على شغل، بسبب ظروف البلد زي ما كلنا عارفين، ومش بالسهل إن أنت تلاقي فيه شغلانة. المهم بعد أسبوع اتصل بيا وقال لي: خلاص يا عم، لقيت لك شغلانة معايا في المصنع اللي أنا شغال فيه، ومن بكرة الصبح تركب أول قطر وتيجي. بصراحة كده أنا مجاليش نوم الليلة دي من كتر فرحتي، وحضرت شنطتي وشوية حاجات اللي هحتاجها وكده. والصبح كنت في القطر ورايح اسكندرية. المهم كان إسلام مستنيني، وخدنا بعض بالأحضان والترحاب، أصل كان بقالي مدة كبيرة ما شفتهوش. كل اللي كان بيني وبينه تليفونات نطمن بيها على بعض من فترة للتانية. ورحت أنا وهو على شقته وكلنا وفضلنا نفتكر الذكريات زي أي اتنين صحاب. في الآخر قال لي: اعمل حسابك إنك من بكرة الصبح هتنزل معايا الشغل. ونمت على طول لأني كنت تعبان من السفر. وتاني يوم نزلت معاه المصنع، خليني بقى أوصف لكم المصنع. هو مصنع كبير في منطقة بعيدة عن المناطق السكنية، وحواليه أراضي فاضية كتير. كان شكله من بره قديم قوي، حتى لما دخلت المصنع كان فيه ريحة غريبة قوي. أنا أصلا ما كنتش مرتاح للمصنع ده من ساعة ما شفته، لكن قلت في نفسي أهو بكرة أتعود. وبدأ إسلام يعرفنا على زمايله، بس في حد لفت نظري جدا، شخص غريب اسمه حمدي. ده عمال يبصلي وكأنه بيتابعني بنظراته. أنا عملت نفسي مش شايفه واستلمت الشغل. وكان الشغل كالآتي: كنت شغال عبارة عن فرد أمن على باب المصنع، وبالتحديد على الباب الخلفي اللي هو الباب الوراني، اللي هو بتاع المخزن المواد. بصراحة المخزن ده كان فيه أوضة كده بيترمي فيها كل الكراكيب والخردة وكده. المهم طبيعة العمل هتبقى ورديتين، الصبح والليل. أنا أول أسبوع استلمت شغل بالنهار، ولكن الأسبوع التاني والتالت كانوا بالليل. المهم رحنا قعدنا في الأوضة كده بعيدة عن الباب حوالي 5 متر، ودي المفروض اللي أنا وزميلي نبات فيها. المهم بدأت الشغل وكنت مبسوط قوي بالشغل، ودخلت المخزن. بس عايز اقول لكم ان شكل المخزن من جوه بالنهار اشبه بالمقابر. عارف لما تكون داخل المقابر بجد؟ هو كده زي ما يكون عدى عليه زمن كتير. المهم بدأت ارتب شوية حاجات كده، واللي لفت نظري ان كان في بقعة دم قديمة جدا، مش عارف سببها ايه، بس انا قلت عادي يمكن قطة ولا فار مات هنا. وعدى اليوم الاول على خير، وروحت البيت انا وسلام، وحكيت له على شكل المخزن وكده. وراح رد عليا وقال لي: عادي يعني، اصل المخزن قديم شويه. المهم اتكلمنا شويه ومحدش فينا جاله نوم. قمنا نزلنا جبنا شويه طلبات للبيت، واتفرجت على المكان وكده. وعدى تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم على خير. وفي اليوم الخامس اسلام تعب شويه وخد يومين اجازه، وقابلني مديري وقال لي ان احضر نفسي عشان انزل ورديه الليل مع حمدي. قلت له: حمدي؟ قال لي: اه حمدي، هو في حاجه يا اسامه؟ رديت عليه وقلت له: لا طبعا، اللي حضرتك شايفه. المهم وانا في طريقي للبيت افتكرت ان مش حمدي ده هو الشخص اللي قاعد عمال متابعني بنظراته اول يوم. وروحت البيت وحكيت لاسلام على حمدي ده، بس الغريبه ان اسلام اول ما سمع اسمه وقلق وبقى مستغرب كده. قلت له: مالك استغربت ليه كده؟ قال لي: لا لا، انا هستغرب ليه؟ يعني عموما حمدي ده انسان كويس. يلا بقى تعالى كل. ونمت من التعب. المهم في الورديه بتاعت الاسبوع التاني رحت بالليل مع حمدي، ودي كانت اول مره اتعامل معاه. المهم وانا بسلم عليه لفت نظري ان حمدي ده شعر راسه 3/4 ابيض، مع انه شاب في العشرينات كده، وملامح وشه زي ما يكون خايف او قلقان من حاجه. مش عارف، حتى تصرفاته غريبه. مره اشوفه يقعد مع نفسه ويفضل يتكلم نفسه وقت طويل، او يفضل يبص قدامه كانه بيتكلم مع حد وكده. وده طبعا غير النوم لما يبقى نايم ويفضل يحرك ايده كانه بيحوش حد من عليه ولا بيتخانق مع نفسه. المهم سلمت عليه
المهم سلمت عليه وكان معايا كام سندوتش كده فعزمت عليه، وراح باصص لي كده وقال لي بقول لك ايه، انا ما بحبش الكلام الكتير، ويا ريت كمان تخليك في حالك وشغلك وبس، مفهوم؟ قلت لنفسي كده هو ماله كده، ده انا حتى اول مره اعرفه واتعامل معاه. وراح قال لي انا كده فما تسالش كتير، وزي ما قلت لك خليك في حالك، مالكش دعوه باي حاجه تسمعها او تشوفها. قلت له صوت؟ صوت زي ايه؟ مردش عليا وسابني ومشي. المهم عدت الليله وتاني يوم نزلت الشغل، بحاول اتكلم معاه ما بيردش عليا ويسيبني ويمشي. فجالي احساس اني عايز اقرا قران في المصحف. المهم وانا بقرا سمعت صوت غريب كده زي ما يكون حد بيتكلم او بيمس مع حد، بس المصيبه ان انا لوحدي في المكان وحمدي مش هنا. المهم خرجت علشان اشوف حمدي وناديت عليه وما بيردش عليا. قلت وبعدين يمكن مش عاوز يرد. كبرت دماغي ورجعت كملت قرايه قران لغايه ما الوقت عدى وروحت. وتاني يوم لما روحت الشغل شفت حمدي، بس الغريب اني بشوفه اول ما بوصل بس، وبعدين بيختفي. المهم وانا قاعد كلمني اسلام وقال لي ان هو هينزل الشغل لان ده اول يوم ليه بعد الاجازه، وقفل معايا. المهم بعدها بنص ساعه كده لقيت التليفون حد بيرن عليه رقم معرفوش، ففتحت وكانت الصدمة إن ده كان نفس الصوت الهمس لقيته في وسط المكالمة. واللي خلاني اتصدمت إن الراديو اللي في المخزن اللي هو القديم اشتغل لوحده. وخليكوا عارفين إن أنا لوحدي الساعة 11 بالليل، وطبعا معرفش حد فين، والمخزن مقفول والمفتاح معايا أنا اتجمنت مكاني لما سمعت صوت الراديو، بس لازم أعرف مصدر الصوت ده منين، اللي هو صوت الهمس وكده. وخرجت عند المخزن علشان أشوف حمدي، وسمعت صوت جاي من جوه، وكنت هموت من كتر القبضة اللي في قلبي والخوف. وقربت من الباب بس خايف لأني دخلت المخزن بالنهار وعارف شكله كويس، بس في حاجة عمالة تقولي كمل وخش شوف في ايه. وعايز اقول لكم ان المخزن من جوه بالليل غير بالنهار خالص، خليك تفتكر قبل ما تخش مليون مرة. المهم انا بموت في جلدي وانا داخل، بس فضولي اني عايز اعرف فيه ايه قتلني. المهم دخلت ونورت النور، بس النور ضعيف قوي يدوبك تشوف الحاجة لما تقرب منها، وغير بقى طبعا خيوط العنكبوت اللي في كل حتة. ولكن طول ما انا ماشي جوه حاسس زي ما يكون في صهد طالع او هوا سخن طالع عمال يخبط في وشي. واللي لفت نظري ان في باب جوه المخزن نفسه، اول مرة اشوفه، معرفش ازاي ما خدتش بالي منه قبل كده. خليني اكون دقيق شوية، هو الباب مش كبير، لا ده باب صغير، وعلشان تدخله لازم تنزل على ركبتك. وكنت كل ما بقرب من الباب ده اسمع الصوت بيعلى والصهد بيزداد قوي لدرجة اني مش قادر اخد نفسي كويس، وحاسس زي ما يكون حد بيخنقني او حاجة بتمنعني اني اقرب من الباب. ومن كتر مش قادر اخد نفسي لفيت عشان اخرج من المكان، لكن وانا بلف كده لمحت في ثانية حاجة صوتها جريت من قدامي، وانا متأكد كويس من اللي انا بقوله، ولكن ما قدرتش احدد هي ايه علشان النور كان ضعيف. وقلت الاذكار وقدرت اخد نفسي وخرجت بسرعة من المخزن ورحت قريت قرآن. وفجأة سمعت صوت حد بيصرخ بصوت عالي من جوه المخزن تاني، لكن مركزتش مع الصوت وكملت قراية قرآن لحد ما الليلة السودة دي عدت. وروحت البيت، واول ما اسلام شافني قال لي مالك متغير كده ليه؟ قلت له لا مفيش حاجة، انا هدخل انام بس عشان كنت تعبان. ودخلت نمت، وبعدين بعدها ب10 دقايق سمعت صوت حاجة زي ما يكون خربشة او تقطيع في حاجة جاية من المطبخ. قمت بالراحة اشوف في ايه، ما لقيتش حاجة. المهم قلت اقوم بقى ايه اخد لي دش وبعدين ارجع انام. وبعدين والصابون كان على وشي سمعت صوت حاجة وقعت رجت البيت كله زي ما يكون زلزال كده، ومعاها برضه في نفس الوقت النور قطع مرة واحدة. وبدأت أحس بنفس الحر والصهد في الحمام كله، وحاسس إن في حد معايا، أيوه أنا مش لوحدي، حد بيتحرك جوه الحمام. وفجأة المية بدأ يطلع منها ريحة وحشة أوي، حتى بدأ يبقى فيها لزوجة غريبة جدا. وفجأة النور جه، وكانت المصيبة إني شفت جسم والحمام كله حتى السقف كله كان دم. أيوه جسم كله دم. تخيل كده معايا إنك في الحمام وبتاخد دش والكهرباء تقطع، ولما تيجي تلاقي الدم في كل مكان. ولو انت في مكاني هتعمل ايه؟ المهم غسلت نفسي ولبست هدومي ورايح انزل شغل، وفتحت الباب الشقة لقيت اسلام في وشي رجع من الشغل. انا صرخت في وشه قلت له انت كنت فين؟ اتأخرت ليه؟ راح رد عليا قال لي بالراحة يا اسامة في ايه؟ قلت له في ايه؟ رد عليا الاول، الدش جوه بينزل دم. راح قال لي دم ايه يا ابني؟ انا بقالي كتير هنا. المهم روح شغلك وبعدين نشوف حكاية الدم دي ايه. بقول لك ايه يا اسلام، انا مش عايز اروح الشغل ده تاني، اللي اسمه حمدي ده انسان مش طبيعي. وبقول لك ايه، انت شكلك فايق ورايق وانا مش ناقص،
رحت رايح الشغل. المهم رحت وما لقيتش حمدي هناك، قلت احسن ما جاش النهارده. فتحت المصحف ولسه هقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت صوت الهمس تاني، واللي زاد وغطي اني سمعت صوت ستات بتصرخ. ايه اللي يجيب ستات هنا؟ رحت جريت على المخزن على طول، ورحت هناك عارفين فين طبعا، وتجاهلت كل الاصوات والصهد، وكان في الباب فتحه صغيره. بصيت منها وشفته، ايوه شفت حمد، وانا متاكد ان هو. بس ايه ده ورق قديم، حمد قاعد عمال يقرا فيه. بس لحظه كده، حمد مش لوحده، ده في حد معاه. ده ده اسلام. ايوه اسلام مع حمدي. بس هو جه هنا ازاي وبيعمل ايه مع حمدي؟ فجاه بصلي اسلام وضحك. بصراحه كلمه اني حاسس ان روحي بتطلع دي كلمه بسيطه قوي. انا فعلا شفت الموت بعينيا. المهم انا قمت جريت علشان اخرج، ولكن وانا بجري عشان اخرج من الباب المخزن راح اترزع في وشي بكل قوه، والنور قطع، وبدات اسمع اصوات حاجه عماله تخربش جامد. عارفين لما حاجه بتجري على ضوافرها؟ هو ده اللي انا كنت سامعه في المكان. وفي صهد طالع، وكان كأن جهنم اتفتحت علينا، وفي زي ما يكون خيالات وزرار سودا عمالة تروح وتيجي من قدامي. وبدأت أقول يا رب انقذني، أنا ماليش غيرك. وبدأت أحس إن في حد ورايا. أيوة أنا حاسس بنفس سخن في ظهري، وكنت عاوز أفتح الباب بس ولكن إيه ده مفيش باب. والله زي ما بقول لكم كده، مكان الباب بقى حيطة. عايز أشوف اللي ورايا، لكن عارف إني لو بصيت هيبقى دي هتكون نهايتي. ولكن بدأت أبص بالراحة، وفجأة وكده يا صديقي يكون خلص الجزء الأول من قصتنا النهاردة. أتمنى يا صديقي إنك تدعمني، وده عن طريق الاشتراك واللايك، واستنى الجزء التاني قريب هنزله. وأتمنى إن القصة تكون عجبتك، وبشكرك يا صديقي على سماعك القصة، وشكرا.